أبشع جريمة هزت الرأي العام 2018 لابن فنان شهير واللي راح ضحيتها مراته وبناته الاتنين. اللي في الصورة ده صلاح ابن الفنان الراحل المرسي أبو العباس اللي شارك في أفلام سينمائية منها فيلم ضد الحكومة مع الفنان الراحل أحمد زكي. بتبدأ القصة قبل 18 سنة. صلاح طالب في الفرقة الثالثة بكلية الآثار جامعة القاهرة، أعجب بهبة اللي كانت طالبة في الفرقة الأولى بنفس الكلية، واتطور الإعجاب بينهم لعلاقة حب. وبعد التخرج صلاح اتقدم لأهل هبة اللي كان عندهم تحفظ على شخصية صلاح، كان مجرد شعور منهم بعدم الراحة لدرجة إنهم رفضوا طلب 3 مرات. كل مرة كان بيتقدم بيرفضوه، لكن مع إصرار هبة وتصميم صلاح عليها بيتم القبول والجواز. وبعدها انتقلوا لشقة من أفضل أحياء محافظة الجيزة، عقار 10. الحياة بين صلاح وهبة كانت مستقرة وهادية جدا، والخلافات بينهم كانت بسيطة زي أي زوجين. وخلال فترة جوازهم اللي استمرت 14 سنة كانوا خلفوا بنتين، جنى 13 سنة وحبيبة 10 سنين. وبنوصل هنا لسنة 2018، وقتها تم تكريم البنات من المدرسة من ضمن ال10 الأوائل. حياة الأسرة كانت مثالية جدا، لكن عيب صلاح إنه ما كانش عنده حسن التصرف في مسؤولية المصاريف المادية، واللي كانت بتشكل له عبء مادي. فكان كل ما يحس بضغط المصاريف وإنها مش مكفياه يبيع حاجة من الورث اللي ورثه من والده، وده طبعا كان مأثر على نفسيته. لحد لما في يوم صلاح شاف صديقه له ما كانش شافه من فترة كبيرة، وصاحبه كان واضح عليه الثراء، وده كان على غير العادة، من عربية صغيرة لعربية آخر موديل، ومن شقة صغيرة لفيلا. ولما صلاح قابله واتكلم معاه عرف من صاحبه إن سبب الغنى والتحول اللي هو فيه هو استثماره والمضاربة في البورصة، وصاحبه أقنعه إن المكسب فيها ممكن يحوله في دقايق لمليونير. ومن وقتها صلاح وهو بيفكر في موضوع المضاربة، ولأن إمكانياته ودخله كان اللي جاي على قد اللي رايح، فبيقرر إنه يبيع آخر شقة ملك ورثها من والده، وبفلوسها هيضارب بيها، رغم إنها كانت بتدخله إيجار شهري كبير بتساعده في المصاريف. وفعلا بيعرض الشقة للبيع وبيبيعها بمبلغ مالي 450 ألف جنيه، وبياخد المبلغ وبيضارب بيه في البورصة. لكن للأسف خلال أيام كان خسر المبلغ كله، ومن لحظتها وانصاب بصدمة إنه خسر الحاجة الوحيدة اللي كان بيملكها واللي كانت بتساعده بشكل أساسي في مصاريف مدارس البنات. ووقتها حس بالعجز والضغط، علشان كده بيقرر يتخلص من مراته وبناته بعد فشله في تحمل المسؤولية وعدم محافظته على أي ممتلكات عنده. فبيخطط للجريمة الكاملة وحدد يوم التنفيذ اللي اختاره بعناية، ويوم الواقع واللي كانت تاني أيام عيد الأضحى المبارك عام 2018، وتحديدا يوم مباراة مصر وروسيا في بطولة كأس العالم. وقتها بنات صلاح جنى وحبيبة كانوا نايمين في غرفتهم، أما مراته هبة كانت بتصلي المغرب وقاعدة على سجادة الصلاة في غرفتها. وقتها صلاح بيسحب سلك التليفون الأرضي وبيجي من وراها وبيلف السلك حوالين رقبتها، لكن هبة بتحاول تقاومه وتشد السلك، وهي مش فاهمة صلاح بيعمل ليه كده، فبتحاول تبعده، لكن كل ما تبعده هو بيشد جامد. هبة بتحاول تخربش ايده بضوافرها علشان يبعد عنها، وبتفضل تتحرك يمين وشمال في محاولة للإفلات منه لحد لما بتوقعه على الأرض. لكن صلاح بيحكم السلك جامد على رقبتها ويشد فيه ويتحكم فيها أكتر ويلف رجله حوالين جسمها، وفعلا نجح في كده لحد لما هبة لفظت أنفاسها الأخيرة وماتت. بعدها صلاح بياخد نفس السلك ويدخل غرفة بناته وهم نايمين ويلف السلك حوالين رقبة جنى. ولما بتصحى من النوم وتصرخ أختها الصغيرة حبيبة بتشوف أبوها وهو بتخلص من أختها جنى، فبتطلع تجري. وفي نفس الوقت ده جنى كانت بتلفظ أنفاسها الأخيرة، فصلاح بيجري ورا حبيبة اللي كانت دخلت غرفة أمها علشان تستنجد بيه، فبتلاقيها جثة وبتصرخ وهي مصدومة، لكنها بتتفاجئ بأبوها جاي من وراها وبيلف السلك حوالين رقبتها. ولما حبيبة بتحاول تبعد إيد أبوها صلاح بيضغط عليها جامد لحد لما بتموت. بعدها بيشيلها ويدخلها غرفتها ويحطها في السرير جنب جثة أختها جنى، وعلشان يتأكد من موتهم جاب المخدة وحطها على وشهم، وبعد ما بيخلص بيرمي السلك والمخدة جنبهم. وبعدها دخل غرفته اللي فيها جثة هبة علشان يغير هدومه. في الوقت ده كان تليفون مراته هبة بيرن، والمتصل كان أختها، ولما هبة ما ردتش أختها اتصلت على موبايل صلاح لكنه برضه ما ردش، وكمل لبسه ونزل على الشارع وراح الكافيتيريا علشان يتفرج على ماتش كاس العالم وسط الصحاب والجيران علشان يثبت مكان تواجده وقت الجريمة. وفضل قاعد يتفرج على الماتش ويتفاعل مع صحابه علشان ما يظهرش عليه أي توتر. وفي الوقت ده أخت مراته بتتصل عليه، فصلاح بيرد عليها
ولما بتسأله على هبة وتقوله إنها بتتصل عليها من بدري ما بتردش. وقتها صلاح قال لها إنه سايبها نايمة هي والبنات وهو في الكافيتيريا بيتفرج على الماتش، ولما يروح البيت لو لقاها لسه نايمة هيخليها تكلمها، وبعدها بيقفل معاها المكالمة وبيكمل الماتش. وبعد الماتش ما بيخلص بيكمل قعدته مع صحابه ويتكلموا شوية، وبعدها بيروح على البيت. بيدخل غرفة البنات بيتفاجئ إن بناته ما بيردوش عليه، ولما بيدخل غرفة نومه بيلاقي هبة جثة على الأرض، فبيفضل يصرخ ويستنجد بالجيران ويقول الحقوني بناتي ومراتي ماتوا. الجيران بيوصلوا وبيتصلوا على رجال الأمن. من المعاينة المبدئية واضح إنها جريمة قتل مقصودة، لكن وقتها صلاح قال إنها جريمة سرقة مش قتل، لأن في مبلغ مالي 450 ألف جنيه مسروقين من دولاب غرفة نومه. بيتم تحويل الجثث للطب الشرعي ورفع البصمات في الشقة. كمان بيتم فحص كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات عن وجود أي أشخاص غريبة حوالين المبنى، أو وجود خلافات بين صلاح ومراته، أو عامة خلافات مع أي حد. لكن بالتحريات ما كانش في أي خلافات لأي حد فيهم. كمان هبة كانت ست في حالها وملهاش خلطة مع حد، وكانت محترمة جدا. وبفحص الكاميرات اللي قدام المبنى ما كانش فيه دخول أو خروج أي أشخاص غريبة، لحد لما ظهر تقرير الأدلة الجنائية اللي أكد إن مفيش أي بصمات غريبة، كل البصمات لصلاح وهبة وبناتهم. وتقرير الطب الشرعي أثبت إن الجريمة حصلت قبل البلاغ عن الحادثة بحوالي 5 ساعات، ومعنى كده إن وقت وقوع الجريمة كان أثناء وجود صلاح في الشقة وقبل نزوله للكافيتيريا. وده اللي زود شكوك رجال الأمن ناحية صلاح، لأن بمعاينة الشقة في المرة الأولى ما كانش في أي كسور في الأبواب أو الشبابيك. وكان السؤال من رجال الأمن إزاي القاتل دخل الشقة إلا لو كان معاه مفتاح، لكن فضل لغز 450 ألف جنيه المسروقين إزاي يختفوا من الدولاب. كمان اللي سرق الفلوس ليه ما سرقش دهب هبة رغم إنهم كانوا برضو موجودين في الدولاب، ولا سرق موبايل هبة ولا موبايلات البنات. رجال الأمن بيكثفوا التحريات ناحية صلاح، اللي ظهر إن الفلوس كلها صلاح ضارب بيها في البورصة وخسرها من غير ما يعرف أي حد. تم استدعاء صلاح والتحقيق معاه للمرة التانية، وبمواجهته بالأدلة صلاح بينكر وبيصر على الإنكار، فبيتم تحويله للطب الشرعي للكشف عليه. فبيظهر التقرير اللي بيثبت وجود إصابته بسحاجات وكدمات في مختلف أنحاء جسمه، واللي ظهرت وقت وقوع الجريمة، واللي كانت ناتجة من مقاومة هبة ليه، لأنها كانت مماثلة للسحاجات والكدمات اللي في جثة هبة. وبتحليل DNA من الجلد اللي موجود تحت أظافر هبة لجلد صلاح بيتم التطابق. وبسؤال صلاح عن الكدمات اللي موجودة في جسمه وكمان آثار جلده تحت أظافر هبة، صلاح ما بيعرفش يرد وبيعترف على الواقع بالكامل، وقال إن سبب تخلصه من هبة وبناته هي خسارته في البورصة وخوفه عليهم من الفقر، وإنه فكر إن بعد ما يتخلص منهم يخلص من نفسه علشان يروح لهم ويقابلهم في الجنة. وبرر كده إنه كان بيتعالج نفسيا من 6 سنوات من مرض نفسي. بيتم تحويل صلاح لمستشفى الأمراض النفسية للكشف عن قواه، والتقرير بيطلع إنه بكامل قواه العقلية. وبعد التحقيقات والمحاكمات وفي شهر مارس 2022 بيتم الحكم على صلاح بالإعدام. وحقيقي لما تبص لغيرك وتقارن نفسك بشخص تاني انت كده بتظلم نفسك.